قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه، أي نلا ملاك ذلك، يعني عصامه وقوامه ومبعث صلاحه وفساده، أي نلا يعتمد عليه كل شيء. الطفاف شهوني الطفيل سس إن يس الطفاف شهوني اللسان، فهو قوام كل هذه الأعمال، بصلاحه صلاحها وبفساده فسادها. فتعجب معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أو نواخذ بما نقول؟ أن تواخذ لسوين قال. أنا معاذ كأنه يفهم ونغلي السيسي ولا ولي ويطاد وخلاص من شق نشين. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة تقال عند التعجب. ثكلتك يعني فقدتك أمك، ماشي قال استنزب طلقتك يا معاذ، طلقتك. ما الله ليقن شيء تكبى مدا فود ما وننسن جهنم ذاك بيمني. رواية فنزر ننسن، رواية فود ما ونسن معنى واحد. أنوين مجر حصائد ألسنتهم، ننفع وقتني لا تظلي تنسن، لا زمي نسن، لا الزكاة نسن، ولا الحج نسن، ولا العمرة، ولا بتعدنا هالكلمة نسن سلسة ونسن مجرا. سمي حصايد أنو مجر من اللي يمجرك الصابطة من تزيزة وتبدأ تسبلي يستفسد المنكر كل يلسي تجمني. نان العلماء من لا حد يزول يصوم يصدق يجاهل يعزم يحج يعتمر إلا يتويد كجبال من حسنات. أن غنق حد لي يحرتك الصابت مقل من شج وسقوز ذي وحدين الخير تشدين الصابتني سوا لا تبدأ تسبل إنه يتفاس يمجر كل يسرسيد المنكر. كذلك الحسنة تشبه كلها الزوان تغفش تتخزر يوم القيامة بسبب لسانك، ثم تكب بعد ذلك على وجهك في النار. اللسان